الو. هلو محمد. هلو حبيبي، شلونك؟ الحمد لله. بشر، ايش صار؟ محمد، أهلي ما وافقوا. بعدوني ليش؟ احساس يذبح من تكون تحب شخص وتريد تقضي عمرك كله وياه، وما رايد غيره بالدنيا، وتالي هالدنيا ما رادتكم تنجمعون. احساس يذبح لما تتخيل الانسان اللي تحبه حيعيش ويا غيرك، وانت قضيت عمرك كله تتخيل شلون حتكون حياتكم سوية وبنيت احلامكم على هالاساس. يا ناس ويا عالم، اني هالشخص كل دنيتي. هذا الشخص اذا ما اعيش وياه معناها ما اعيش ويا غيره. يا اهلي ويا اهله، ترى حرام اللي تسووه. انتو دا تفرقون بين اثنين حياتهم ما تحلى الا من يكونون سوا، وماكو اي سبب يخليكم تكونون ضدهم. ترى اذا كان الفقر السبب، الله هو الرزاق، وعمرها الفلوس ما خلت الواحد يعيش بسعادة حقيقية. واذا كان السبب اختلاف الطائفة، ترى يا عالم احنا كلنا مسلمين وحرام التفريق، وهو راضي بيه واني راضي بيه. انتو حتتزوجوا لو اني. يا اهلي، اذا كانت اكو عداوة بينكم وبين اهله، اني شنو ذنبي وهو شنو ذنبه؟ ليش تظلمون وياكم؟ ارجع واقول حرام عليكم اللي تسووه. احنا مهما كانت ظروفنا لا تصيرون وياها ضدنا، احنا محتاجيكم ويانا. كم بنية يتزوج الشخص ما تحبه، وكم شاب يتزوج بنية غير اللي يحبه، تالي هذا كله يأثر على مستقبلهم. شلون هي تعيش ويا انسان وهي تحب غيره، وشلون هو يعيش ويا غيره؟ اصلا شلون حيتحمل غيره يلمس البنية اللي يحبها؟ ترى شعور يذبح، والله يذبح. وبعدين احتمال حتى تخرب حياتهم، وتوصل يجوز انه يلجأ هو او هي للخيانة. انتو ترضوها؟ تقبلون تدمرون حياة شخصين حتى ترضون مصالحكم؟ صدقوا ماكو احلى من انه تشوفون الفرحة بعينهم وتكونوا انتو سبب هالفرحة، ومكان ما تكونون السبب بحزنهم. يا اخوان، اترجاكم خلوا مصالحكم بعيد عن مصالح ابنائكم. اللي عليكم انه اذا انتو شفتوا شي غلط انصحوهم، بس لا تجبروهم، وهم اكيد ادرى بيكم ويعرفون باللي حيرتبطون بيه اكثر منكم، يعني ادرى بمصلحتهم. انتو اللي عليكم سويتوه خلاص. وبالنهاية اتمنى اكون حكيت اللي بقلب هواي ناس ووصلت الفكرة، واتمنى اكون غيرت شي. الله يحفظ الجميع. شكرا.